السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه كويزين ماك. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد العشاء ديال الدجاجه محمره معمره بالشعريه الصينيه، كتجي رائعه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ليها، فاحنا كنحتاجو دجاجه فيها 2 كيلو ونص، وكديروا كيلو ونص على حسب المتناول ديالكم. كنحتاجو معدنوس مقطع ونص حامضه، كنحتاجو الثوم. بالنسبه للثومه انا هنا درت 3 ديال دروس ديال الثومه حكيتهم. بالنسبه للتوابل فاحنا كنحتاجو الخرقوم، كنحتاجو الابزار والسكنجبير والملح والزعتر. الزعتر ضروري حتى هو ديروه في هاد الشرموله، فهو كيعطي واحد النكهه زوينه للدجاج. كنحتاجو كذلك لا موطارد، حتى هي كتماشى بزاف مع الدجاج، كتخليه يجي فتي وكتا واحد النسمه زوينه. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. فينا كنوضعو معدنوس ديالنا قطعنا، وكنوضعو عليه الثومه والتوابل ديالنا. كما كتشوفوا هاد الشرموله ساهله، يعني المقادير كلها متوفره في الدار. اضافه ضفنا هي ديال الزعتر، حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه. يعني هاد الشرموله هادي كتماشى مع الدجاج بزاف، كتخليه كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف. كنعصروا عليها نص حامضه. الحامض حتى هو ضروري يكون في الدجاج، كيخليه يجي فتي. وكنوضعو على الموطاد. بالنسبه للموطاد فانا كنوضعو معلقه ونص. كنحركو مزيان هاد الشرموله ديالنا، وكنضيف شي شويه ديال الزيت. ممكن تضيفوا حتى الهريسه ولا شي صوص تكون حاره اللي عليها الحار، ممكن نديرها، هي كتماشى زوينه. يعني بالنسبه للمنسمات ممكن ديروا اي منسمات اللي كتبغيوها. صافي من بعد ملي كتوجد لينا الشرموله ديالنا، فحنا كنشدو الدجاجه وكنشرملوها مزيان في هذيك العطريه حتى كتشربها مزيان. ضروري ندهنوها في الجوانب مزيان، ما بين الجلده واللحم ندهنو مزيان باش كتدخل لينا العطريه من داخل ديال الدجاج حتى هي. من بعد ملي كنشرملوها مزيان كنغطيها ببلاستيك غذائي وكندخلها الثلاجه لمده ليله كامله. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجو الحشوه، كنحتاجو بصله مشلضه، الكبده مقطعه، كنحتاجو معدنوس ونص حامضه مصيره مقطعه مكعبات. التوابل كنحتاجو الملح، الخرقوم والابزار والسكنجبير. كنحتاجو زيتون اخضر مقطع، كنحتاجو شعريه الصينيه اللي فايت درتها في الماء سخون حتى طابت ليا. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. في المقله كنشحرو البصله ديالنا مزيان مع شويه ديال الزيت، كنوضع عليها الثومه، حتى كتشحرو مزيان. صافي ملي كطيح البصله ديالنا حنا كنوضعو عليها الكبده ديالنا اللي قطعناها مكعبات، وكنشحروها مزيان. حتى هاد الحشوه هادي كتجي رائعه وكتجي بنينه. دابا غنوضعو التوابل. نحركوه مزيان. نضيفو معدنوس وحامض مصير. حامض مصير كيجي واحد النكهه زوينه في الشرمول، كيعطيها واحد النكهه زوينه.
اللي ما عندوش حامض مصير ممكن يدير غير عصير حامضه، عصير نص حامضه ويضيفها في الحشو كيعطي نكهه زوينه. صافي نضيفو الزيتون ودابا نضيفو عليهم شعريه صينيه ونحركو مزيان، وهكذا غتكون الحشوه ديالنا واجده. من بعد ما كتبرد لينا الحشوه ديالنا كنخرجوا الدجاجه من الثلاجه وكنعمروها مزيان بديك الحشوه. هاد العماره مع الدجاج مع داك التشرميله كتجي رائعه. نتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كما كتشوفوا ما كتاخذش وقت بزاف، يعني بحال قسمناها على يومين. يعني النهار الاول ممكن توجدوا فيه الدجاجه وتشرملوها وتخليوها ليله كامله، لغدا كتبقى لك غير الحشوه انك تصايبيها. كما شفتوا ما خاصش معنا الوقت بزاف، وها هو العشاء ديالك واجد. ما كياخذش وقت بزاف، خصوصا دابا في رمضان بنادم تيكون باقي مشغول بالفطور، خصو يوجد بزاف د الحوايج. يعني هاد الطريقه ديال هاد الدجاج كتجي زوينه ورائعه، كتربحي فيها الوقت بزاف. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم هاد الدجاجه وتجربوها وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاتكم. من بعد ما كنعمر الدجاج ديالي فكندهنها مزيان بالزبده من الفوق ومن تحت، كندورها عاوتاني وكندهنها مزيان بالزبده ديالنا. صافي من بعد ما كندهنها بالزبده مزيان فانا كندير ورق ديال الزبده وكنغطيها مزيان على جوج الخطرات. كنغطيها عاد كندخلها الفران باش طرد عليا داك الصداي كطيب لنا الدجاج ديالنا. يعني انا بالنسبه للوقت ديال الطياب ديالها خدا ليا ساعه طاب الدجاج ديالي. من بعد صافي كنحيد الورق ديالنا وكنعاود ندهن الوجه ديالها بالزبده وكنخليها تتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كما كتشوفوا كتجي محمره وكتجي زوينه، حتى المذاق ديالها كيجي رائع. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وديروا لي جيم ولا وكومونتير، وما تنساوش ديروا لي تفعيل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وبالصحه والراحه ورمضان كريم.